4, 3, 2, 1. كلامي واريد اقول لك شغله واحده، بس اريد افتهم. انتو الفريق العراقي والفريق الاوروبي، كل واحد ينكر نفسه من الثاني، واحد يقول ما عنده ورقه من اليونيك. انا ما لي علاقه بهذا الكلام واللغو اللي بيناتكم اللي صاير والمشاكل هذا التسقيط اللي بيناتكم. اني بالنسبه الي هذا الموقع حياته قدامي، هذا يونيك فاينس قدامي هنا. أنا انزل لي جو اخر شيء اجي هنا افوت، تطلع البوابه مال الممبرز. اجي هنا أنا افوت منها، تطلع البوابه مال شنو؟ الفريق الاوروبي. يعني اثنيناتكم انتو السيرفرين تحت شعار اليونيك، اثنيناتكم تحت شعار اليونيك. اما واحد ينكر للثاني يقول انه انت والله ما عندك ورقه اليونيك. هم اثنين وانتو اثنيناتكم نفس الموقع. هاي شلون اقول لك، ما تمشي على العالم بعد، من صدق بعد ما تمشي على العالم هذا الحكي. نيجي على اليونيك بعد الفريد هنا. هسه خلينا نكمل. ليش الاوروبي دي يصرفون بيتكوين؟ لا تخافون جماعه الاوروبي، ترى هذا مو اعلان لكم، لانه انتم بس موضوع الكي واي سي راح احكي عليه، ترى قصه بحد ذاتها. بس اريد اعرف ليش هم دي يصرفون بيتكوين ومو محرم عندهم. واشو انت تقول انه الشركه اللي تتعامل بالبيتكوين تنغلق باوروبا؟ هذا كلام انت جايبه هو غلط، بس خلينا نطبق هذا كلامك. هم يونيك وانت يونيك، انتوا هم بوابه الشركه او بوابه الرئيسه، وانت خلينا نقول الممبرز الفرعيه. اذا هم يتعاملون بالبيتكوين شو ما غلقوها اليونيك مالتهم؟ لان اذا يغلقوها اليونيك راح تنغلق حتى على الفريق العراقي. فكلامك مو صح مال شرط التعامل بالبيتكوين، لانه اكثريه الدول تتعامل بالبيتكوين باوروبا. وقلت لك اياها ابسط شيء، لندن ويركس كارد، الويركس بنك اسمه. اذا تريد انت يعني ما قاعد تعرف يا بنك تروح عليه حتى يعطيك ماستر كارد ويعطيك البيتكوين نفس الوقت، فعندك ويركس. الويركس تفوت عليه تفتح محفظه، ونفس الوقت يجيك ماستر خلال اسبوع او 10 ايام يدزوك اياه للبيت، وتصرف من عنده ارباحك بالبيتكوين. المهم، ذولا يصرفون، انت ما تصرف. كل شهر ذولا يهلهلون بالمواقع التواصل الاجتماعي مالتهم، وصلت الارباح مال المشتركين، وصلت الارباح مال المشتركين. وانت قاعد كل يوم بنك الكتروني، ماستر العرب، ها جتي ماستر جديده في اي بي، ها جتي الماستر مال عمله الايما وراح تكون بمميزات هوايه وفي اي بي. ومره تقول ازمه كورونا، ومره تقول الكارت القديم اللغى. ملينا من هالبنجات. المهم، راح امشي على هذا الكلام الاخير اللي انت قلته هنا، انه هذا الشهر راح يبين شيء بصرف الارباح، انه راح تصرف بيتكوين. بالنسبه لي قلت لكم انا اليونيك ورقه محروقه، ما يعني مو معناته اذا صرف انه راح اقول انه شركه حقيقيه، لا، بعد شركه وهميه بالنسبه لي واكو اثباتات. بس ما راح احكي هسه حتى لحد يقول لي من العالم انه انت بسببك انسدت اليونيك، او انت بسببك فوزي ما صرف لنا. راح اسكت هذا الشهر. اخرتي اني مثلا وعد 1/9، يعني انت هنا حاط الكلام مالتك لي 1/9. بعد 1/9 فانت تحمل نتائج العالم، مش راح تحكي بعد، يعني ما حقدر تطلع لنا بعد بحجه. المهم، هاي شركة البعد الفريد قدامكم هنا. خلي شوي بس اكبر لكم الشاشة. زين، شركة البعد الفريد هنا. انت هنا اذا دوس على استثمار الان، ما صارت، حتى الموقع ما يشتغل. هياته اشتغل الموقع مالك. انت كاتب هنا التجارة العامة المحدودة والاستثمار العالمي. انت محدد التجارة المحدودة، شلون طفرت على الاستثمار العالمي ما اعرف زين. وهاي التجارة المحدودة تشتغل قطاعات، يعني هنا هياته خدمتنا تعرفوا على خدمات متنوعة واستثماراتنا في الشركات العالمية، قطاع الخدمات، قطاع السياحة، وقطاع الصحة، وبلا بلا بلا بعد كلام، قطاع التكنولوجيا. هاي يا شركة محدودة، هاي شركة عالمية اللي عندك اياها اصلا مال نيوك دايناميشن. المهم، نجي هنا على الشغلات. اريد اثبت لك انه هذا الموقع مالتك ما يشتغل، ويا ريت اللي صنع لك الموقع مالتك تروح ترجع عليه تقول له بيه عيوب صلح لي اياها. اذا ما قدر هو تجيب لي الموقع انا اسوي لك اياه. نجي هنا، انت هنا كاتب هنا تقدم الحلول والخدمات. سوف نكون سعداء بتقديم كافة الحلول والخدمات للنشاطات التجارية أو مساعدتك في الاستثمار الناجح. يمكنك الآن التواصل معنا مع خبرائنا وتحديد موعد مقابلة. اتصل بنا. غير هسه من ادوس اتصل بنا راح يوديني لازم على صفحة
واقعد اكتب ايميل او شيء او اكتب فد اسمي وهالشغلات واسوي. هنشوف. ندوس عليها يطلع لي اشتري ثيم على ثيم للموقع وسعره $69. فوزي بدي اقول لك الموقع مالتك يعني ما كامل، ليش اعلنت ما ادري. المهم هنا ايش مكتوب؟ التواصل معنا، الرجاء الاتصال واخذ موعد قبل زيارة الفرع المنصورة 14 رمضان شارع السفارة الاماراتية. انتبهتوا هذا الموقع وين شباب؟ بالعراق. نجي هنا على الخريطة مال جوجل، بس نرجع هنا عندك 3 مواقع. نيويورك، شنو نقلت بغداد كلها بنيويورك وديتوها شنو؟ هاي امريكا، شنو السالفة؟ حاط لك 3 مواقع هنا. ها 3 مواقع حاط لي هنا، هذا وهذا وهذا، وحتى ماكو عليهم تفاصيل وشرح يا تبع هنا، ماكو ديسكربشن بيها. اذا اسوي حتى اذا اضيف ديسكربشن ماكو ما يطلع بيها. 3 مواقع بنيويورك. ندوس على الفيسبوك يرجعك على الصفحة الرئيسية. ننزل مرة ثانية يا معود. تويتر يفتح لي صفحة، يا الله رجعت لي هم الصفحة الرئيسية بس فتح لي صفحة ثانية. ففوزي موقعك هذا ما يشتغل، يا ريت تكمله، لانه يعني حتى اذا استثمر اموالك معنا الان ادوس عليها هم تفتح لي الصفحة الرئيسية، ماكو شيء. تعرف المزيد حول الاستثمار تدوس عليها، وين وداني؟ هزني اخر شيء. فالموقع مو شغال. كملنا حكينا هسه حاليا. رسالتي هسه فوزي، انت قلت راح تفتح صرف الارباح خلال هذا الشهر. بعد هذا الشهر ما اتوقع، يعني لازم تتحمل انت نتائج العالم والحكي اللي حيصير، وانا بالنسبة لي راح اسكت منه لاخر الشهر، بداية الشهر الجاي. اذا ما صار شيء صراحة فبعد راح انزل كل شيء اللي اعرفه وبصمات الصوت كلها، لان قد اقول لك يا اليونيك بالنسبة لي ورقة محروقة. وما دام خلي العالم كلها تركز على هذا الكلام، ما دام انه انت خافي المدير منه وموقع الشركة الرئيسي وين، خافيهم يعني، وما قاعد تعطينا اي معلومات عن الشركة، ودا تقول انت شركة البعد الفريد هي عندها الوكالة الوحيدة من شركة يونيك فاينانس، فانت المسؤول وقدامنا انت المدير. هسه اي واحد يصير عنده شغلة بالايميل بصرف الارباح بماستر باي شيء يقولوا منو يصعد على باي مالته. احنا ما بدنا نتواصل بالشركة رأسا، ما بدنا نتواصل ويا الشركه وشغلات هاي مال سيلينا اللبنيه اللي قاموا يحكون عليه ويفشرون عليها، هاي عوفوا على صفحه لان ما حد يصدقها. بس اي واحد هسه يواجه مشكله ما يقدر يحل مشكلته ويا الشركه راسا مباشره، يصعد للابلاين، والابلاين هم ما يقدر يحلها، يصعد اللي اعلى من عنده الى ان بالاخر توصل لك المشكله لك انت وانت عود تحلها. بالمناسبه يعني ما اريد احكي هسه على موضوع ايما وما ايما وهالشغلات، نعوف كل هالمواضيع، نعوفها كلها بداية الشهر الجاي. وهذا كلام احنا بالنسبة لنا، انا بالنسبة لي ترى ما دا سقط، بس بدنا نحكي المشاكل اللي صايرة بالشركات، والشركات انا بالنسبة لي يكون وهمية. انا احكيها واقولها قدام العالم كلها علنية انه هاي الشركات كلها وهمية، تورطت ورطة. واللي يقول لي انت وين كنت قبل ما ادخل اليونيك، حبيبي كنت اني موجود بس ما كانت عندي المعلومات الكافية، ودخلت بشركة يونيك وبعدين وراها يعني ماكو واحد يكسب الخبرة مالته هيك ببلاش، تكسب الخبرة لما تخسر فلوس. المهم هاي الصفحة الرئيسية مالتك مال تليجرام، دائما هنا تحكي بالتليجرام مالتك تقول الموقع الرئيسي للشركة وتنتظروا التعليمات، وماكو اي تعليمات وماكو اي صفحة للشركة قاعد تنزل بيها المعلومات مال الشركة. يعني خلينا نقول ما حكيت على اليونيك حتى لا حد يقعد يقول لي انت سقطت بيها وانت من وراك تسدد صرف الارباح. ننتظر ونشوف، ما باقي شيء، كلها باقيت لها، باقي لنا تقريبا 17 يوم على نهاية الشهر، ونشوف شنو الموضوع. اذا طلع لنا بنج ثاني انا بالنسبة لي راح احكي، اذا ما طلع بنج وصرف ارباح انا راح اسكت، بس بالمقابل لا تقول لي انه راح اقول لك الشركة حقيقية، شركة وهمية، من هسه اقول لك اياها. اتمنى تكونون بخير شباب، وتبقون بخير، وخليكم بعيدين من هاي الشركات، وبعد لحد يعني لا تخلي احد يجي ياخذ فلوسك. عمود يقول لك تعال استثمر لك فلوسك بشركة. بورصة ناسداك هياتها قدامكم شغالة وماشية 24 ساعة وما عندهم اي مشاكل. وبالنسبة الموضوع اللي شرحه فوزي بوقتها
الفيسبوك على اليوتيوب مالته مال انه يقول الامور الماليه. حبيبي خلينا افهمك شغله واحده بالامور الماليه. لما هيك شركه عملاقه ناسداك تتعامل ويا شركه وسيطه، اول شيء تجبر الشركه الوسيطه انه تحط فلوسها، يعني انه البنك مالتها يكون نفس البنك مالتهم، زين، او بنك ثاني. بس بالاول والاخير لازم يكون قبل ما يتوقع العقود بين الشركه الوسيطه والشركه الام اللي هي مثلا خلينا نقول ناسداك، لازم يكون اكو بنك، حتى ناسداك لما تتضارب بالفلوس ولما تصير شغله الاسهم او الارباح من يحولون فلوسهم للشركه الوسيطه يحولوها على البنك. عرفت شلون؟ يحولوها على البنك والشركه الوسيطه تستلم الفلوس. ليش ما شركه يونيك مو عندها بنك؟ لازم يكون عندها بنك اذا هي شركه حقيقيه. يعني ركزوا على كلامي هذا، اذا هي شركه حقيقيه لازم يكون عندها بنك رسمي من كتبه وعقد بينه وبين يونيك، بين الناسداك قصدي. زين، ليش ما شركه يونيك من نفس البنك هذا تصدر لنا مصدرات وخلص ونصرف ارباحنا؟ صح لو كلامي غلط انا؟ شنو سالفه هاي سالفه بيتكوين وسالفه البريد الالكتروني وهيك شغلات؟ اصحى فوزي، لان ترى كلامك كله قاعد تحكيه مغالط يعني ما ادري، وتقول تحكي للناس تقول لهم ابتعدوا من السوشيال ميديا وما حد استفاد شيء من السوشيال ميديا، وجيبوا لي واحد استفاد من السوشيال ميديا شيء. انت اول شغله استفادت بها بالسوشيال ميديا لانه انت نشرت الشركه مال يونيك بالسوشيال ميديا، فشلون تقول انه السوشيال ميديا ما تفيد؟ جماعتك على الفيسبوك دي ينشرون بالفيسبوك وانت قاعد تنشر بالفيسبوك همينه، يعني شلون تريد الناس تبتعد عن التواصل الاجتماعي ويظلون تحت جناحك بالتليجرام هنا وما يعرفون الدنيا شنو؟ واذا واحده من الدول قالت انه شركه يونيك مثلا نصابه وبالاثباتات وبالدليل، لازم العالم ما يشوفوها، ما يمشون بها، يمشون بالكلام اللي انت قاعد تقوله. المهم ما راح اطول بعد بالحكي، موعدنا على اليونيك ان شاء الله اخر الشهر وبدايه الشهر التاسع. اتمنى تكونون بخير ونشوفكم حلقه جديده ويا شركه جديده.